مرحبا بكم في مدينة سعيدة، ومرحبا به الأستاذ محمد خاين من جامعة الشلف. مرحبا بك سي محمد خاين كذلك من باريس. اهلا وسهلا وزلتم اهلا. شكرا وشرفتونا بهذا. الله يبارك فيك ومرحبا بكم. بارك الله فيك. هذه الأكلة تقليدية بسيطة. هذا مسمن قاعد نستعرض. المسمن هذا عندنا، هذا كاين. وهذا الجبن. وهذه الكليلة. كاين الأقط المجفف. نوريك اليابسة. اليابسة نديروها مع المردود الكسكس. الكسكس هو السمك الغليظ. اليوم ندير لكم كسكس. حنا نسموه المعاش. حنا اليوم ندير لكم كسكس. فاش عيط الجيلاني كنبلع نقول له اسكو يبغوا تقاليد. تقاليد. هيا قالوا لي الدار ديال الكسكس. شكرا. مرحبا بكم. إيبرهارت أو السيدة محمود هي مراسلة حرب جاءت إلى العين الصفراء في 1901 يعني هنا العين الصفراء، وجاءت خاصة في المعركة تاع بوعمامة، معركة المنقار اللي كانت فيها أحدثت فيها بوعمامة يعني قتلى كبار، وكان رسلها جريدة الأخبار يعني الجزائر، رسلتها كمحققة حرب هنا في المدينة. عجبتها المدينة عين الصفراء، وقعدت كل مرة تروح من عين الصفراء تنتقل إلى واد سوف، مشات إلى القنادسة، مشات كل هذا. ولكن في 1904 كانت الكارثة اللي هي تاع الفيضان اللي بداها، وكان اليوتي هو اللي أشرف على دفنها، يعني هو اللي قال للأهالي أنكم لازم تدفنوها، ووقفوا الأهالي هنا اللي كانوا في ذاك الوقت ودفنوها على الطريقة الإسلامية لأنها كانت مسلمة، وهي تقول في كتابها تقول لك بلي أنني ولدت من مسلمة من أب مسلم روسي. هذا قبر متميز هنا يا متميز هنا، وراك تشوف القبر تاعها، هو القبر اللي جاي عالي يعني عالي باين من 1904. الآن رانا مرينا في قرن 10 أو 11 عام، غير نص 11 سنة. هنا الشيء الجميل في المدينة أن من صنع تاريخ المدينة، التاريخ الثقافي، هو نساء. هي إيزابيل، هي صافية كتبو، هذا تميز يعني في منطقة يقال عنها أنها محافظة. هذه مفارقة. والمنطقة هنا هي منطقة العين الصفراء عاصمة القصور. أنتم تعرفون أن القصور هي مكان حضاري.
هذا المكان هو معتقل زيرة. مكان يعني كانت دارته فرنسا من اجل التعذيب، يعني التعذيب الخارج، يعني خارج اطر السجون التي كانت موجوده في الثكن العسكريه المعروفه الان. هذا كان معتقل سري، معنى الاداره الفرنسيه لا تعرفه بالكامل. هنا كان مقيم، وكان يجيبوا له كل الناس الاستطاعات، وكانوا يوضعوا هنا. كان تعذيب كبير يعني في المكان. كان هنا فريج، وكانوا يديروا فيه الاشخاص، وكانوا يرقدوهم هنا يعني في درجه حراره في الصيف. يعني في الصيف كانت الرمله يوضعوهم عرايا هنا في هذا المكان. وكاين اللي يدخلون هذه الغرفه ايضا كانت غرفه ثانيه تاع استنطاقات، ويديروا لهم واحد الموسيقى ويمارسوا عليهم التعذيب. توفى الكثير من الناس هنا في 1961. وكيفاش يسموا هذا المكان هنا؟ هو معتقل جزيرة، يعني معتقل جزيرة. معتقل جزيرة بعين عين الصفراء. عين الصفراء فوق، يعني في حي القصر. حي القصر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. نحن الآن في الكثوان الرملية في عين الصفراء. مرحبا بك خويا. شكرا. نحن في زيارة عند الأخ بالخير، جزاه الله خير. اليوم جاونا هذه الكثوان الرملية، وهذا هنايا غروب الشمس. ها ما شاء الله. شيء جميل جدا، رائع، روعة. في واحد مثل اسباني يقول لك الطرق يصنعها المشي. الطرق يصنع المشي. أنطونيو ماتشادو. ما الإنسان خصه يعمل، صحيح، يصنع الطريق تاعه. هاي قلت لك غادي نهوز منها نجري طيحه في الرمله، جات ما جات. السلام عليكم. صحتك. شاهد.